ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم هذا الموديل الرائع والرائع جدا اللي غادي نشوفوا فيه ان شاء الله ما يلي. هذه القطعه هذه اللي باديه من الكتف وكيفاش اننا نخرجوا منها الجيب او البوش، ثم كيفاش نخرجوا هذا الجزء هذا ديال الباسبوال اللي كاين هنا في العنق، وطريقه ديال الكول من طبيعه الحال مع البيد كول. هادو هما الاجراءات اللي غادي نخدموا اليوم ان شاء الله. اول شيء ناخذوا هذا الكورساج العالمي ديالنا اللي به غادي نخدموا اليوم، نرسموه. اولا غادي نخرجوا بانسا ديال الكتف اللي وريتكم الطريقه ديالها، لكن وريتكم الطريقه من هنا. اليوم غادي نديرها لكم بانسا كيفاش غادي تجي في الوسط. غادي يصبح عندنا هذا الشكل هذا. نجيو هنا للوسط ونربطوه مع هذا الجزء هذا. بهذا الشكل ونقطعوه. لاحظوا معايا نسدو هاد البينسه هادي ديال الصدر، يعني الاولى ديال لاباز الاساس، مباشره غتحل لينا هادي. اصبح عندنا هاد الشكل هذا هو اللي غادي نخدموا عليه. نطراسيو هذا مره ثانيه هاد جديد. ناخذوا طول اللي عجبنا في اللبسه ديالنا، طول اللي بغينا من هنا لهنا. غادي ناخذوا ارتفاع الحوض تقريبا 24 سنتيم تيكون عند الجميع، لكن متغير. والطريقه ديال اخذ المقاس ديالو وريتها لكم. ثم نعملوا هنا سطر، ثم ناخذوا من هنا لهنا دوره الحوض زائد 10 مقسومة على 4، ونعملوا نقطة ونلاقيو بهذا الشكل. نهبطوا ليه الاسفل، ومازال هنا غادي نعملوا ترانسفورماسيون من طبيعة الحال. مازال هنا غادي نزيدوا، غيصبح عندنا هذا الشكل هذا اللي غادي نخدموا عليه. ناخذوا من الحزام هذا تيمثل لينا الحزام لهنا 8 سنتيم، ونعملوا سطر بهذا الشكل. بالنسبه لهاد البانسه هذه فهي عندها واحد ونصف هنا وواحد ونصف هنا. ناخذوا فقط 1 سنتيم، يعني غنقصوا واحد اللي غادي نزيدوه في الجوانب. نطلعوا هذا الوسط حتى لهنا، ونمشيو من هذا الواحد سنتيم لهنا وهذا الواحد سنتيم لهنا. غتصبح عندنا بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال نكملوا لهذا الاجزاء هذه. ها هي مفهوم. نوسعوا الكورساج ديالنا. كنتو تعرفوا ان هذا كورساج الاساس، يعني قدو قد الجسم ديالنا، وبالتالي فاحنا نزيدوا شويه ديال التوسيع. هنا ننزلوا ب 2 سنتيم ونخرجوا هنا ب 1.5 بما انها عباءه، ثم نخرجوا ايضا هنايا ب 1.5. شحال ما بغيتوا اوسع عملوها اوسع ماشي مشكل. ثم من طبيعه الحال نخرجوا هنا ب 3 سنتيم
وهنا غادي نخرجوا ب7 سنتيم، نطلعوا هنا بواحد القيمه. انا نوريكم كيديروا ليها. نلاقيو هاد الاجزاء اما بيدينا او بالبيستولي. هاد الجزء هذا دائما نقوروه بهذا الشكل. ملي نوصلوا هنا نعملوه هكا، ثم ننزلوا ل 7 سنتيم بهذا الشكل. ملي نوصلوا لهاد 7 سنتيم باش نقادوا هذا الجزء ديالنا، ف حتى نقطعوا عاد نوريكم. بالنسبه لهنا فاحنا غادي نجيو للوسط ونخرجوا ب 1 سنتيم باش نوسعوا هذا الجزء ديالنا اللي هنايا، ثم الفوق حتى هو ب1 سنتيم، يجينا شويه واسع، ونقادو بهذا الشكل. نقطعو هذا الجزء هذا نعملوه هنا بحيث يجي فوق هذا، قادوه. هاد الزياده نحيدوها بالمقص. هذا الاجراء دائما نعملوه في اي شيء يعطيكم. هنا تنحاولوا، وهو هذا الجزء ديالنا الان ديال الامام. الان غادي نخرجوا هذا الجزء هذا وهذا الجزء هذا كيفاش غادي نقادوهم. لاحظوا شنو عملنا. هذا الجزء هذا ها هو، هذا الجزء هذا كاننا سدينا البانسات حيدناهم. لاحظتوا معايا هذا الجزء هذا تحيد وهذا الجزء هذا تحيد، صبح عندنا هذا الجزء هذا. غادي تخيطوا بهذا الشكل هذا. هنا غادي يبقى هذا الجيب هذا يتقاد من طبيعه الحال ويتقاد ليه باسبوال ديالو هنايا كيف تتعرفوا جميعا. صافي، ويصبح عندنا هذا هو الشكل هذا من طبيعه الحال. الشيء اللي نوصيكم عليه هو ان هاد الاجزاء هذه ما تخليوش هاد لي بوس بحال هكا، كلهم هاد لي بوس هادو خصهم يتحيدوا، يعني غيصبح بحال هكا. هادو كلهم يتحيدوا الا غادي يبانوا لكم بزاف في القماش ديالكم. اي بوس الا وما خصهاش تكون نهائيا بهذا الشكل، دائما بهذا الشكل هذا. لاحظوا الان طريقه الوضع على القماش. ناخذوا قماش متني عرضيا بهذا الشكل هذا،
ونحطوا هذا الجزء هذا بدون خياطه كما تتشوفوه، وهذا الجزء هذا غادي نزيدوا ليه هنا حوالي 8 سنتيم في الاسفل. في القماش ديالنا نقادوا هاد الاجزاء اللي وصيتكم عليها، يعني غادي تولي بهذا الشكل. نقطعوا بهذا الشكل، نقادوها اي شكل محدب الا ونقادوه، ونزيدوا من طبيعه الحال قيمه الخياطه 1 سنتيم في الجوانب كلها، ما تزيدوش قيمه كبيره هنا باش تجيكم هذه مقاده. 1 سنتيم كافيه. وفي الاسفل من طبيعه الحال نزيدوا قيمه الخياطه 4 سنتيم ونقطعوا. للاشاره فهذا الباترون هذا ايضا ممكن نعملوا لكم بطريقه الدوره التدريبيه المجانيه. الى عجبكم ما عليكم الا تطلبوها اسفل الفيديو نعملها لكم، لان الناس طلبوها بطريقه الكورساج العالمي. الى عجبتكم بطريقه الدوره التدريبيه المجانيه فكاينه ديك الامكانيه ايضا منهجيه حتى هي. هذا الجزء هذا علاش زدتو لانه هو اللي غيكون هنا وغادي يحدد لينا البوش. عفوا ماشي 8 سنتيم بل 20 سنتيم، غنزيدو هنا 20 سنتيم لان البوش خاصو يكون طويل باش نخشيو فيه يدينا. هذا غادي يمثل لينا فون دو بوش، يعني التحتاني ديال لو بوش، يعني غنخشيو يدينا هنا غادي يكون الجيب، وبالتالي الجيب غادي يكون في الطول ديال الكف. انا عملت هذا في حاله الا بغينا نعملو غير باسبوال، يعني غير جيب صغير غير ديكور. اما بالنسبه لهذا الجيب هذا اللي معمول في هذه العباءه هذه فهو جيب طويل واصل حتى لهنا، وبالتالي فهو غادي يكون في الطول ديال اليد ديالنا. نفتحوا هذا الجزء هذا في الوسط من هنا لهنا حوالي 20 سنتيم بهذا الشكل، ثم غادي نفتحوا بهذا الشكل هذا ثلاثة سنتيم، ويكونوا مقادين مزيان. هاد الاجزاء هادو خاصهم يكونوا مقادين مزيان لانهم هما اللي تيشكلوا الباسبوال ديالنا. وهذا الطريقه هذه فهي عندها طريقه خاصه. الى عجبتكم ما عليكم الا طلبوها في الاسفل ان شاء الله، ونوريكم كيفاش تقادوا هذا الباسبوال اللي تيجي هنا. شوفوا هذا الجزء هذا تناخذوا فيه 8 سنتيم، 1 سنتيم للخياطه من الجهتين من طبيعه الحال لانها تتكون متنيه، وقطعه اخرى نفس الشيء فيها 8 سنتيم، 2 سنتيم للخياطه و3 سنتيم من هنا و3 من هنا. هذا الجزء هذا ضروري انكم خصكم تكونوا عارفينه باش تقادوها. تيجي بهذا الشكل هذا يتخيط هنا، هذا يتلم من هنايا، وهذا يجي فوق منه بهذا الشكل هذا هنا. هذا هو اللي تيكونوا فيه الازرار، يعني طوق خاص. هذا طوق تيستعمل بطريقه خاصه، وهنا تيكونوا الازرار.
ضروري الفوق تنخليو، تسناو، ضروري فوق تنخليو واحد القيمه هنا باش ملي يتقادوا فحنا نقادوا الكل على قدها، يعني ما يجيش ناقص. عاد نحيدوا هذا ونركبوا البيد كول والكول بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكول والبيد كول فغادي تمشيو لهذا الفيديو هذا، غادي تلقاو طريقه التفصيل وطريقه الخياطه بالتفصيل الممل. طريقه تفصيل وخياطه بلوزه سهله جدا بكول شوميزيي، كول شوميزيي فاسيل اكودغ. هذا هو الفيديو اللي غادي تستعنوا به باش تخدموا البيد كول والكول، يعني نفس الطريقه بالضبط بلا ما نضيعوا فيها الوقت. من طبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه ديالي، ضعوا ولو رد اسفل الفيديو ليكون هناك تواصل بيني وبينكم. للتواصل معي عبر جروب الفيسبوك الرابط اسفل الفيديو ايضا. اي طلب او سؤال ضعوه اسفل الفيديو. الى عجبكم هذا الموديل هذا وبغيتوا نخدموه بطريقه المنهجيه المجانيه التدريبيه المجانيه اللي عملناها، فما عليكم الا انكم تطلبوا اسفل الفيديو. الى ورشات قادمه ان شاء الله تواصلوا معي عبر جروب الفيسبوك الرابط اسفل الفيديو. دمتم بحفظ الرحمن ورعايته. السلام عليكم.